السلطة لا يتطرقون إلى هذا الحديث. في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بايع معاوية على الخلافة، بايع ويراه خليفة شرعي. اختصم عبد الله بن عمرو من فقهاء الصحابة وعلمائها مع عنبسة والي معاوية والي الطائف على أرض، فقام عنبسة والي شرعي ولي أمر وذهب ليأخذ الأرض عنوة، فقام عبد الله بن عمرو فسلح عبيده، أعطى كل واحد من يملك سلاح ليجابه به من جيش عنبسة الذي جاء يأخذ الأرض. فجاء خالد بن العاص ينكر عليه، ولي الأمر وتخالفه وأرض. قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. شيخ الحين يقول لك إذا جلد ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك وما أدري ايش سوى، هذا فهم صعب، ما عاد بقى شيء يسويه فيك. هذا فهم صعب. ويقول لك لا ترفع ايدك. من العجائب قبل، وهو لو انه يتهاوش مع واحد في الشارع مسكه ودبه. لا قبل هذا الحديث اللي ذكرته وان جلد ظهر مالك، اولا لابد ان يعلم انه لا يوجد نص في الشريعه يعين الظالم على ظلمه، لا في مقاصده ولا في نصوصه. هل أنت تتصور كمسلم هناك نص يعين الظالم على ظلمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يخبر عن نبي نزل تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بأن تحرق قرى النمل هذه الطينية، أمر أنها تحرق كلها، فعاتبه الله قال أفي إن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ وقال له في حديث آخر فهل لا نملة واحدة، يعني التي ظلمت وجارت واحدة تقتل النمل ليه؟ لاحظ تخيل عتاب من الله على نمل. ما يعاتبون على بشر. وإن جلد ظهرك حدا وأخذ مالك حقا فيجب له السمع والطاعة. يعني مو على باطل. بلا شك لا يتصور أن هناك نص يعين الظالم على ظلمه. وهذا الحديث إشكاليته إيش؟ أن كأنه يجعل الشريعة أنها حاكمة على المحكوم دون الحاكم، هذا فهم سقيم. الشريعة حاكمة على المحكوم والحاكم. لذلك جاء في الحديث في الصحيحين قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.